لو بتخسي بس شكل وشك بيكبر مش بيصغر، وكل مرة تعملي دايت تلاقي نفسك تعبانة ومرهقة، يبقى غالبا المشكلة مش فيكي، المشكلة في طريقة الدايت. ليه في ناس بتخس وتحلو وناس تانية بتخس وتبان أكبر من سنها ب10 سنين؟ ليه وشك بيبهت والتجاعيد بتظهر وبتحسي إن طاقتك خلصت وإنتي لسه في عز شباب؟ النهاردة هقولك نظام يخسسك دهون مش عضلات، ويرجع لوشك نضارته مش يبوظه. بس قبل ما تبدأي لازم تعرفي إن في ناس ممنوع تعمله خالص، فخليكي معايا للآخر علشان تعرفي انتي منهم ولا لأ. كتير مننا جرب دايت قبل كده والنتيجة الميزان بينزل، بس وش باهت، ترهلات، مفيش طاقة ومش قادرة تكملي. وده بيحصل لأن أغلب الدايتس بتخسرك عضل مش دهون بس، وبتعمل نقص في الفيتامينات وبتلعب في هرمونات جسمك. علشان كده خلينا نتكلم عن نظام مختلف شوية، الصيام المتقطع، بس بشكل عملي مش نظري. النهاردة هننقل الصيام المتقطع من مجرد موضة لخطوات عملية ترجع لك الشباب. الفكرة مش سهلة، هي ببساطة إننا بندي راحة للبنكرياس. طول ما احنا بناكل الأنسولين عالي، وطول ما الأنسولين عالي حرق الدهون مقفول تماما. لما بنصوم الأنسولين بينزل، وهنا الجسم يبدأ يفرز الجروث هرمون أو هرمون النمو، اللي بيزيد أضعاف كتير، ممكن يوصل لأكتر من 1000 ضعف أثناء الصيام. الهرمون ده هو إكسير الشباب اللي بيحافظ على العضلات، بيشد الجلد وبيحرق الدهون. والأجمل من ده كله واللي بيحصل في الصيام عملية الأوتوفاجي أو الالتهام الذاتي. جسمك بيبدأ ينظف نفسه من الخلايا العجوزة والبروتينات البايظة اللي مسببة ليكي بهتان الوش ومشاكل كتير. الصيام المتقطع مش دايت تقليدي، هو تنظيم وقت الأكل مش حرمان من الأكل. يعني إيه؟ يعني جسمك بياخد فرصة يدخل في حالة حرق الدهون بدل ما هو طول الوقت بيهضم الأكل وبس. الفرق بينه وبين صيام رمضان، في رمضان صيام جاف، لكن هنا مسموح بمية، بقهوة، بشاي، بأعشاب، طبعا من غير سكر ولا لبن. وده بيخلي الالتزام بالصيام هيبقى أسهل بكتير. هنعمل إيه بالظبط؟ أولا، بعد رمضان إحنا أصلا متعودين ناكل وجبتين، وده كنز لازم نكمل عليه. بالنسبة للرجالة هنصوم 16 ساعة، أما الستات 14 ساعة كفاية جدا، مش أكتر من كده عشان ما نلخبطش الهرمونات. يبقى هناكل وجبتين بس من غير سناك خالص في النص، لأن السناك بيرفع الأنسولين وبالتالي هيوقف حرق الدهون. ثانيا، كل وجبة لازم فيها 3 حاجات أساسية. واحد، بروتين أساسي جدا، فراخ، لحمة، سمك، بيض، وده اللي هيحافظ على العضلات. 2، خضار ني أو مطبوخ هيشبع ويحسن الهضم. 3، كربوهيدرات بذكاء، مش بنمنعها تماما ولكن بنقلل الكمية ونختار منها الأنواع المعقدة، عيش بلدي، شوفان أو رز. بالنسبة للكمية، ابدأي بنص الكمية المتعودة عليها وبعدين قللي بالتدريج لحد ما نوصل ل5 معالق رز أو نص رغيف صغير. وخدي بالك، لو أكلتي قليل قوي جسمك مش هيحرق دهون، هيكسر عضلات، فلازم الوجبة تكون مشبعة فعلا. طبعا معانا السوائل طول اليوم زي ما قلنا قبل كده، اشربي مية على قد ما تقدر. أما الحركة فهي حاجة أساسية معانا علشان تمنعي الترهلات اللي قلنا عليها في أول الفيديو. لازم حركة، مش لازم جيم غالي. فيديوهات المقاومة أو ريزيستنس تريننج موجودة على اليوتيوب، ممكن تتعمل في البيت، هتكون كافية جدا مع المشي نص ساعة يوميا. تعرفي إن العضل هو اللي بيفرد الجلد ويخلي شكل جسمك مشدود وصحي. طيب مين ما ينفعش يعمل صيام متقطع؟ الصيام المتقطع مش مناسب للحوامل والمرضعات والأطفال والمرضى النحافة الشديدة واللي عندهم اضطرابات أكل والبعض مرضى السكر، خاصة اللي بياخدوا انسولين، دول لازم يرجعوا للدكتور الأول. الصيام المتقطع رحلة تشافي مش عقاب. جربيه أسبوع واحد بس وشوفي الفرق في طاقتك وفي شكل بشرتك في المراية، وقولولي في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتخوفكم لما بتفكروا تعملوا دايت. ومستنية أسئلتكم علشان نجاوب عليها في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. أشوفكم على خير، دمتم بصحة، شباب متجدد.